اليوم ان شاء الله وصفتنا سهله بسيطه ومبسطه. غادي نحضر معكم ان شاء الله بانكيك اللي كيجي خفيف وسهل جدا في التحضير ديالو، كيتحضر في وقت وجيز وكيجي لذيذ بزاف. فالا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فمعكم احلام اليحيوي، كنرحب بكم وكنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا. ونبداو على بركه الله في المكونات وطريقه التحضير. ونتمنى اخواتي الى عجبكم المحتوى ما تنساوش تخليوا لي واحد لايك وتشتركوا في القناه فضلا منكم وليس امر. فبسم الله على بركه الله. غادي نجيب واحد الاناء، غادي نوضع فيه قبيصه ديال الملحه، نزيد نضيف 2 ملاعق ديال السكر، تقدروا ديروا حتى 3 ديال المعالق، وغادي نزيد نضيف 2 ديال البيضات، نزيد كيس ديال السكر بنكهه الفانيليا. كيف ما يمكن لكم تنكهوا البانكيك ديالكم بقشور ديال الحامض او قشور ديال البرتقال على حسب النكهه اللي بغيتو نتوما. غادي نزيد نضيف 2 ملاعق ديال الزيت، ونزيد كاس ديال الحليب، وواحد العلبه ديال الياغورت بنكهه الفانيليا. الا ما كانش متوفر الياغورت فغادي ديروا كاس ونص ديال الحليب وتستغناو على العلبه ديال الياغورت. صافي غادي نخلط جميع المكونات. انا هنا غادي نستعمل الخلاط الكهربائي، كيف ما يمكن لكم ديروا غير الطراب اليدوي وتخلطوا مزيان حتى كيندمجوا لينا جميع المكونات وكيذوب معنا السكر، اولا ديروا الخليط في الكاس ديال الخلاط اللي كنحضروا فيه العصير. صافي غادي نخلط كلشي مزيان كما قلت لكم حتى كيذوب ليا السكر، وغادي نزيد نضيف 2 كيسان ديال الدقيق. بالنسبه للكاس اللي عبرت به راه نفس المقاس ديال كاس العنبه اولا كاس الشاي، وغادي نخلي لكم الاسفل في صندوق الوصف المكونات مكتوبين بالكاس وايضا بالغرامات. غادي نزيد نضيف واحد الكيس ديال خميره الحلويات من فئه 7 غرام، ونعاود نخلط كل شيء حتى كيندمج ليا الخليط وكيولي عندي واحد الخليط متجانس ما فيهش كويرات ديال الدقيق. ما شفتوا طريقه ما كاين ما سهل منها. كنوضعوا جميع المكونات السوائل في الاول، من بعد كنوضعوا الدقيق والخميره وكنخلطوا كل شيء، وراه كيجي اكثر من رائع، يعني بلا ما نحتاجوا نخلطوا كل مكون بوحديته. بالنسبه للقوام ديال الخليط كيكون على هذا الشكل هذا، كيكون خفيف على القوام ديال الخليط ديال الكيك. غادي نغطي على الاناء وغادي نخليه كيرتاح تقريبا واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق، غير بين ما كنسخن المقله وكنجمع يعني البليصه فين صايبت، وغادي نبدا كنطيب فيه. كتقدروا تخليوه حتى في الثلاجه، يعني تخليوه 3 أو 4 السوايع، ولا تحضروه في الصباح وطيبوه حتى العشيه، ماشي مشكل، ما كيوقع له حتى شي حاجه. وبغيتو طيبوه في البلاصه حتى هو ماشي مشكل، غير هو ملي كنخليوه يرتاح، شحال ما خليناه يرتاح شحال ما غادي يعطينا نتيجه احسن وكينتفخ وكيجينا خفيف ومهوي من الداخل. انا خليته هنايا 5 ديال الدقائق بالضبط بين ما وجدت المقله اولا سخنت المقله وبديت كنطيب. غادي نجيب المقله اللي غادي نطيب فيها. انا غادي نستعمل هذه المقيله هذه ديال 7 ديال العيون اولا 7 ديال الوجوه. كيف ما يمكن لكم ديروا مقله عاديه كبيره، والحجم نتوما كتحكموا فيه على حسب الرغبه ديالكم. انا غادي نستعمل هذه المقلات هذه، درتها تسخن حتى سخنات مزيان، وغادي نبدا كنطيب في البانكيك. الا بغيتوا البانكيك يجيكم زوين ويجيكم خفيف ومهوي وطيب من الداخل وما يتخطف لكمش من برا، فكيبغي النار تكون مهيله باش كيطيب على خاطره. بالنسبه لي انا هنا البانكيك غادي ندير فيه لداخل الشوكولا. بغيتوا طيبوه هكاك بدون ما توضعوا الشوكولا فكيبقى لكم اختيار، اولا ديروا حبيبات ديال الشوكولا. انا وضعت هاد الشوكولا ديال الاقراص، كنوضع واحد الكميه ديال الخليط في المقلاة، وكنوضع واحد القرص ديال الشوكولا، وكنغطي عليه بواحد شويه ديال العجين كيف ما موضح في الصوره. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى كنعمر المقيله ديالي كامله. وغادي نخلي البانكيك حتى كنشوفو بدا كيدير هكا فقاعات، ما نخليوش حتى ينشف من الفوق، غير كيبدا هكا كيدير فقاعات كيكون مازال فيه يعني العجين. فكنجيب واحد السباتولا وكنقلب البانكيك كيف ما موضح في الصوره. هنا بالنسبه لي انا في الاول كنت كنطيب في هذه البوطه هذه، فما كانت صغيره على المقله، لهذا تشوفوا بان الجوانب يعني بقاو ليا بيضين. ماشي مشكل، غادي نولي نقلبهم وغادي ندورهم على الجهه البيضاء باش كتولي تحمر. وهنا غادي نطيب معكم شويه باش تشوفوا. من بعد كنمشي للبوطه الكبيره وكنطيب، راه كيجي الطياب ديالهم هو هذاك وكيجي موحد، غير كما قلت لكم العافيه تكون مهيله، ونخليوهم يطيبوا على خاطرهم ونقلبوهم قبل ما ينشفوا، راه كيجيو رائعين. شوفوا كيفاش كينتفخوا وكيجيو خفافين من الداخل.
صافي انا غادي نبقى كنقلب فيهم حتى كيطيبوا من الجهتين وكيتحمروا. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البانكيك اللي حضرنا اليوم. وهذا هو الشكل ديال البانكيك بعد ما ساليت الكميه كامله اللي عندي، فعطاني تقريبا 26 حبه. هنا راه ماشي كاملين في الطبسي، يعني شي حبات طاروا بهم الوليدات دغيا دغيا. المهم الا استعملتوا نفس المقلاس فكيعطي 26 حبه، يعني تبارك الله كيعطي واحد الكميه كثيره وبسرعه كيتحضر وكيجيو خفافين ولذاذين بزاف. حضروهم لوليداتكم راه غادي يفرحوا بهم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وكنتمنى منكم اخواتي الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب اللي تشجيع القناه. كانت معكم احلام من قناه احلام الحيوي. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفات جديده. مع السلامه.